بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا البنات بكم في قناتي، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة يا رب. جيتكم بألذ وصفة نتاع كرنب محشي. شوفوا هذه الوصفة، خبيوها في عينيكم، والله غير بنينة كي العسل. واش نحتاجو فيها؟ في لاكوكوت كنت درت طريفات تاع دجاج، قطعت عليهم حبة متوسطة تاع بصلة وزوج حبات طماطم متوسطين أيضا. شوفوا درت طماطم حب وما درتش طماطم لباط، على بها تلقوني كثرت شويه طماطم. درت لهم شويه ملح، شويه كزبر وشويه فلفل احمر. لو كانت تولهون راني ما كثرتش بزاف، ربع ملعقه. زدت رشه فلفل اسود ورشه ثوم بودره. نزيد عليهم ملعقتين زيت، ملعقتين برك ما تكثروش بزاف، لانه رايحين نزيدوا ايضا ملعقه نتاع زبده وشويه هريسه، شويه برك ما تكثروش. نحطهم يتقلوا مليح ساعه ساعتين، المهم خلوها تتقلى. بعد ما تتقلى مليح نزيد عليها ربيطة دبشة وراس فلفل حار. المرقة مرقوا حسب ما تحتاجون نتوما. من جهة أخرى كنت حطيت حبة الكرنب تاعي تغلي في شوية ماء وملح وطرنشة تاع قارص. شوفوا البنات، ننصحكم انكم ما تفوروهش، لانه لو كان تفوروه تبقى فيه الريحة وما يطيبش مليح. غليوه خير، غليوه هكذا في ماء وملح وشوية قارص. ومن المستحسن ايضا انكم تلوحوا الحبة كومبلي، نحيولها هذيك القعمورة الداخلانية ولوحوها تغلي كومبلي هكذا، به الورقات تاع الكرنب تاعكم ما يتفتوش، يقعدوا مجمولين. كي تشوفوا الحبة طابت ابداو اقسموها هكذا بالموس ونحيوا الورقات. شوفوا الورقات تاع الكرنب، شوفوا كيف يقعدوا مجمولين على حلو، ما يتفتوش نهائيا. من جهة أخرى كنت درت شوية فيونداشي ونقلب تاع الجريوات، زدت لهم طرف زبدة وملعقة كبيرة بصلة وملعقة صغيرة هريسة وطماطم، شوية دبشة ومعدنوس مقطعين. زدت لهم التوابل اللي هما فلفل أحمر، فلفل أسود، ثوم بودرة وشوية كزبر. نزيد لهم حبة بيض، ملعقة كبيرة نتاع فريك، كنت تصيبوا فريك يكون رطب، وملعقة كبيرة شابلور وملعقة زيت، وبيان سير الملح ما تنساوش. نعجنهم مليح، نخلطهم مليح به يتلم لي الحشو في بعضه. نجي نحشي الخضرة تاعي. شوفوا الجريوات قبل ما تحشيوها ديروا لها رشة ملح ورشة فلفل أسود به ما تجيش صامتة. نحشيها عادي جدا بهذه الطريقة. بالنسبة للكرنب، شوفوا الورقة تاع الكرنب نحيولها هذا العرق هذا، لأنه يجي شوية عاصي ما يطيب لكمش. نحيوها بهذه الطريقة. تبقى لكم الحبة هكذا، ومن بعد نحشيها عادي جدا. شوفوا أني صورت معاكم مليح به تشوفوا كيفاه نحشيها. نحط الحشوة تاعي في النص، نغطيها على الجناب، ومن بعد نروليه من تحت هكذا. تجيكم الحبة معدولة ومتحوفة تسخف. هاني زدت عاودت معاكم حبة واحدة أخرى به تشوفوا مليح كيفاه نحشيه. ولا هنا بعد ما حشيت الكرنب تاعي والجريوات ستفتهم في البلاطو مليح. فتت لهم الدجاج اللي درت لها من فوق رشة دبشة ومعدنوس، ومن بعد نفرغ عليه المرقة اللي كانت طابت لي وخثيرت الله. شوفوا كي ديروا المرقة حاولوا تبعدوا هكذا بين الحبات به تدخل المرقة من تحت مليح، به الحبات أكل يتقاسوا بالمرقة. من بعد ندخل الكرنب تاعي للفرن نخليه يطيب في عقله. بعد ما يطيب كي نشوفه طاب كنت خليت نص كاس تاع مرقه، زدت له ملعقه خل وملعقه ثارينه، حركهم مليح ونفرخهم عليه. نعاود نزيد نرجعهم للفور مره اخرى به يخثر. ندير له بيان سور رشه تاع فرمات. شوفوا لهنا انا تلقوني درت نص، لانه كاين من افراد العائله اللي ما يحبوش الفرمات. كي تختار المرقه تاع الكرنب شعلو من فوق يحمر شويه، يدي التحميره الباهيه ويكون البلا تاعي واجد. هذا هو طبقنا لنهار اليوم. إن شاء الله يا ربي نتمنى من قلبي أنكم تجربوه، لأنه يستاهل التجربة. وحتى الوصفة والله على قد ما نشكرها قليل. احنا هذا الوصفة جامي نبدلوها. يجي بها واحد الكرنب، شوفوا يجي معسل، ما يجيش ناشف حتى من داخل، يجي طري. الكفتة تاعو تبقى طرية. ما المهم وصفة على الكيف. نتمنى من قلبي أنكم تجربوها. اللهنا زينتو بشوية دبشة. وذوك ما بقى لي غير نقولكم إلى الملتقى مع فيديوهات أخرى بحول الله.